بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من يسمع نداء المظلوم، سبحان من يسمع أنات المضطهدين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله إنه الله جل جلاله أإله مع الله أإله مع الله. إذا أوصلت الأبواب أمام الطلاب، أسدلت الستور في وجوه السالكين، قرعوا أبواب السماء وصاحوا لا إله إلا الله. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابا إنه من يكثر قرع الباب، وإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. إن الخطر عظيم والبدن ضعيف والنار محرقة والموت قريب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكيف بك أخي المسلم إذا بعت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما كنت تخاف منه، فلم تشعر إلا والكلاليب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وسمعت لنداء النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لو تذكرت بعض أقاربك وأصدقائك وقد من الله عليهم بدخول الجنة زادك ذلك حسرة وأسفا. قال الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيا خيبة من هذا حال وهذا مآل. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. أحزان لا تنقضي وهموم لا تنتهي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. تصور هذه حالتك وتزداد عذابا لو تذكرت الجنان وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فهم في روضات الجنة يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتمتعون كأنهن الياقوت والمرجان، وبأنواع الثمار يتفكهون، فيهما فاكهة ونخل ورمان. أيها الأخ الحبيب، هؤلاء هم أصحاب الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هؤلاء هم أصحاب الحسنى وزيادة. هل تريد أن تكون منهم؟ يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، والله الذي لا إله إلا هو حقائق
الحياة. راجعوا أنفسكم ما دمتم على قيد الحياة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. للقارئ ياسر بن راشد الدوسري. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما بينهما، ولك الحمد.